سلام الله عليكم متابعي الكرام، سعدت بلقائكم. مرحبا بكم في موجز إخباري جديد، وهذا ما جاء فيه: انفجار قوي يهز المغرب اليوم. إليكم التفاصيل. اهتزت ساكنة ناظور مساء أمسنا الاثنين 5 يونيو الجاري على دوي انفجار قوي لقنينة غاز صغيرة داخل إحدى المنازل بشارع الزرقطوني بالقرب من الملحقة الإدارية الأولى بالزغنغن. وحسب مصادر محلية فإن الانفجار خلف إصابات في صفوف 8 أشخاص، من بينهم طفل رضيع بجروح متفاوتة الخطورة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وأضافت ذات المصادر أن النيران التي اشتعلت بسبب الغاز المتسرب من القنينة تسبب في احتراق أثاث المنزل وتدمير واجهته الخارجية. هذا وانتقلت إلى عين المكان عناصر الشرطة القضائية والعلمية لمباشرة التحقيقات، حيث قاموا بمسح شامل لمكان الانفجار من أجل رفع الأدلة الجنائية للتحقيق في الأسباب الحقيقية لوقوعه، فيما تم نقل المصابين صوب المستشفى الحسني لتلقي العلاجات الضرورية.